هذا ما يليق بالضبط بالصحراويين. لا يوجد الصحراويين الموجودين حاليا في تندوف والموجودون في كل مكان، لا يوجد صحراوي واحد منهم يمكن أن يقول بأنه أبوه أو أمه أو جده ليسوا مغاربة منذ عهد جديد. كلهم أبائهم كلهم كانوا جيش التحرير، أبائهم كلهم كانت عندهم البطاقة الوطنية، أبائهم كلهم بكاو على الحسن الثاني عندما أقامت الانقلاب محافظ انقلاب الصخيرات وعند الطيارة، كلهم بكاو. الصحراويين هذو الموجودين الآن في المخيمات. إذن الصحراويين مغاربة، ولكن يحتاجون على شيء من التفهم والجدية والثقة والشفافية والنزاهة للانضمام إلى هذا المشروع. لو سمحت من البداية الأستاذ خلينا وأنت تتحدث عن الحكم الذاتي، لكن لا نعرف ما هو مضمون هذا الحكم الذاتي الذي قلت بأنه يمكن أن يكون بمثابة تقرير مصير. ما هو محتواه معايير الحكم حتى يقتنع به الطرف الآخر الذي ما زال يطالب بتقرير المصير؟ معايير الحكم الذاتي معروفة لدى الخاص والعام. المعايير التي طرحها المغرب في مشروعه رفضت لأنها لم تكن ديمقراطية. المغرب لم يطرح مشروعا. طرحه 2003. لا لم يطرح المغرب مشروعا. لا اسمح لي، شوف مشروع الحكم الذاتي أنا أتكلم ليس بلاتي أول مرة أتكلم فيها الحكم الذاتي. إشاعات. لا استسمح ليست إشاعة، لأن الحكم الذاتي لم يرد في 25 مارس فقط. أنت كتكلم على نو بيبر، هذاك سميته نو بيبر. نو بيبر ماشي مشروع. لكن طرح في لا المغرب سيطرح الآن المشروع الحقيقي بعد مشاورات وطنية وديمقراطية. ممكن أن تعطينا مضمون هذا المشروع الذي يمكن أن يقنع الطرف الآخر؟ لأنه احنا لم تتم بعد المشاورة الملكية مع المجلس الملكي. ستتم في الأيام القادمة، ولكن لا يمكن أن نعطي المحتوى حتى نناقش في هذا الموضوع يكون رسميا يعني. بالنسبة لكم شخصيا، ولكن معايير الحكم الذاتي معروفة. بالنسبة لكم شخصيا أي نماذج من الحكم الذاتي؟ إيرلندا، إسبانيا، آتش الأندونيسية، أي؟ مع العلم أنا ما زلت أؤكد على مسألة. أنت تتكلم على أن جبهة البوليزاريو مستقلة القرار، والنماذج والحال أن المغرب، وهذا واقع، دائما كان يقول بأن جبهة بوليزاريو غير مستقلة القرار، ولو كانت مستقلة القرار لا حل المشكل منذ زمان. لا أخالفك الرأي في هذا الموضوع. صحيح، هذا ما تقول صحيح. نحن نحاول بجميع الوسائل أن نجعل قرارها مستقلا، بالطلب من الجزائر جزاها الله خيرا كجار وكشقيق وكدولة عربية إسلامية مهمة وعندها تاريخ مهم، بأنها تساعدنا بأنهم إخواننا اللي في المخيمات بأنهم ينضموا إلى هذا المشروع، لأن هذا المشروع هو الحل الوحيد. لا يوجد بديل آخر. من يحلم بإقامة دولة مستقلة أو من يحلم باستفتاء مفصول غير حقيقي مختزل، هذا يحلم بأوهام لن تتحقق أبدا. لكن هذا يكون بعد أن يكون المغرب قد وافق على مشروع الحكم الذاتي متوافق عليه مغربيا. مشروع المغرب سيقدمه المغرب، لكن نحن سنحث الأطراف الأخرى وهو جبهة البوليساريو خاصة اللي هي معنية بالأمر، اللي هم الصحراويين. يعني بغيت تسميها جبهة البوليساريو والصحراويين، سميها الصحراويين، جميع الصحراويين، ليس فقط قيادة البوليساريو كقيادة أو ككيان، وإنما جميع الصحراويين. يا أيها الصحراويين، هذا مشروع الحكم التاريخي، هذا هو اللي كانوا آبائكم جاوا 56 وقالوه لمحمد الخامس رحمه الله، هذا هو اللي قالوه أباؤكم اللي ما زالوا حيين للحسن الثاني رحمه الله، وهذا ما أقره الابن الإبار لمحمد الخامس وللحسن الثاني جلالة الملك محمد السادس، وهو عمل تاريخي لم يسبق له مثيل. لم تتم مصالحة من هذا النوع مع الصحراويين منذ أن تصاهر المولى إسماعيل مع خناثمة بكار. يعني مصالحة حقيقية مبنية على من القلب إلى القلب، ولكنهم قابلوه بالرفض. قابلوا هذه المبادرة. يا أخي المصالحات فيها مد وجزر. نحن باقي ما بدينا الخدمة، باقي ما بدينا العمل. المجلس حديث النشأة، لم يؤسس بعد جميع مكوناته وعمله. نحن سنحاور كل صحراوي وسنقنع كل صحراوي وكل صحراوية بأن هذا هو مشروعهم المنشور. هل وضع المجلس الآن استراتيجية لهذا الحوار والتواصل؟ طبعا سيد الرئيس، بل إننا بدأنا فيها. بالنسبة للتجارب الأقرب لكم شخصيا في العالم، أولا الحكم الذاتي
هو سيبنى أساسا على المصالح الوطنية والقومية المغربية. كيف وضح يعني لكل بلد خصوصياته. نعم. لكننا سنقتبس من جميع التجارب الموجودة، والأجدر أن تكون تتوافق أكثر مع خصوصياتنا. ولكن هذه قضية وطنية بدأت فيها مشاورات كل الأحزاب. ليس مشروعكم أنتم الآن تقولون أنه سنأخذ من كذا وكذا. يا أخي راكم داخلين في الوحدة الوطنية. اسمع، الوحدة لا، الوطنية يبدو من خطابك أنك فرضتي وصاية على القضية الصحة. هذه عقلية قديمة سنحاول كذلك تغييرها. جلالة الملك هو الذي سيقرر بين هذه المشاكل، حتى مصالحة داخلية ومصالحة داخلية برانية. لا، بالرغم مصالحات. لا بس مصالحات. بالرغم من هذه العملية التصفيق على هذه النقطة، أعود أنكم هذا الخطاب مارستموه طيلة 30 سنة ولم يؤدي إلى نتيجة، وتحملون مسؤولية ليس حقيقي. الأوضاع في الصحراء ليس حاليا بتسييركم الجماعي الذي أي تسيير؟ العيون 16 سنة. العيون بلاتي لا العيون أنا رئيس مجلس العيون منذ 83. أي منذ احتكار الامتيازات. لا مثلا غتكلموا بلاتي أضع لي سؤال وجاوبك. أنا لا أتخوف من أي سؤال ولا من أي قضية ولا من أي شيء. البلدية، أنا رئيس مجلس العيون منذ 83، أي منذ الآن 23 سنة. العيون التي صرت رئيسها 83 ليست هي العيون اليوم. العيون اليوم مدينة حضارية كبيرة فيها إنجازات، كل يوم فيه إنجاز، وجعلتها عضوة في منظمة المدن العربية. اسمع، مدن العربية اللي فيها فقط العواصم. في المكتب الدائم العيون لا تنتخب، هي عضو بمثابة القانون إلى جانب مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف. اختيناء عديدين على حساب القضية. يرى فيكم المواطنين أنكم جزء من الأعيان الذين استفادوا من خيرات المنطقة، وأن هوة كبيرة تتسع يوم بعد يوم تفصلكم عن الناس في المناطق. تعال نتذاكر. قلت لي بأن الامتيازات، أي امتيازات؟ هل هي برا أو بحرا أو جوا؟ يمكن تكون بثلاثة. وغير نسمعوها من سي مصطفى، غير نوحدوا أقول لا لأنه أنا غنتكلم ما يبقاش ثنائي. لا يبقى ثنائي. أنا ثنائي. احنا ما بغيناش ثنائي. لا لأنه هذه مقالطات أصلية أنا أريد إصلاحها. المقالطات الأصلية التي تساق هي غير حقيقية. ماذا تريد أن تسأل عنه؟ البحر مثلا أنا لا أعرف من يستفاد من البحر، وأنا لا أستفاد من البحر. نسمعوا علي، نسمعوا من الجو. نسمعوا علي. ليس لي شيء في الجو. من البر لا يوجد عنده شيء في البر. قلت لي الرمال. الرمال اللي كيتكلموا عليها الناس هنا ليست كمقالع الرمال في الأقاليم الشمالية. مقالع الرمال في الشمال هي امتياز يعطى لشخص أو مجموعة من الأشخاص. الصحراء كلها رمال. السيد الرئيس. نعم. والرمال التي تصدر إلى لاس بالماس ليست امتيازا. هناك 80 شركة تصدر رمال لاس بالماس، اللي في قضية الشطارة، اللي عنده زبون في اسبانيا يصدر أكثر من ليس له زبون في لاس بالماس، وليست بكل حرية. بكل حرية، لا فيها رخصة. ليس هناك قوانين. ليست قوانين ولا ولكن هذه خيرات المنطقة وخيرات المغرب. يا أخي واش أنت تمنع الناس منها تصدر الرملة للخارج؟ كيف؟ لأن هذه خيرات ديال المغرب، ما يمكنش نصدر أنا مثلا من سلا نصدر الرملة. لا، الرملة عندنا احنا بغينا بنهزها عندنا لأنه مشكل نهزوها علينا. هو مشكل. ولكن فيها أموال، فيها عائدات. مصطفى. نعم. لا بلاتي اسمح لي